والآن مع بعض فضائل الخمسة أهل العباء، ونبدأ بسيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، لم يصل إلى ما وصل إليه صلى الله عليه وسلم من الكمال والقرب من ذي الجلال نبي مرسل ولا ملك مقرب. وقد صرح الآئمة الأعلام كالفخر الرازي وابن حجر وغيرهما بأن فضائل سائر الأنبياء والرسل لو اجتمعت في واحد وقوبلت بفضائله صلى الله عليه وسلم لرجحت فضائله صلى الله عليه وسلم عليها، فهو أفضلهم خصوصا وعموما. وكما أنه أفضل الخلق على الإطلاق، فشريعته أفضل الشرائع، وأمته خير الأمم، وآله خير الآل، وأصحابه خير الأصحاب. ويجب على كل مسلم أن يطالع الكتب التي ألفت في فضائله وأوصافه الشريفة صلى الله عليه وسلم كالشفاء والمواهب وكتب السيرة، حتى يعرف منزلة نبيه صلى الله عليه وسلم وما خوله الله تعالى له مما تعجز عن بيان حقيقته الألسنة والأقلام، ولا يزيد إلا جدة على تقادم الليالي والأيام. ومجمل القول فيه أنه خير خلق الله تعالى. والآن مع بعض فضائل السيدة فاطمة الزهراء. روى الترمذي وغيره عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب أهلي إلي فاطمة. وروى الطبراني عن أبي هريرة أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، أينا أحب إليك، أنا أم فاطمة؟ قال: فاطمة أحب إلي منك، وأنت أعز علي منها. قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني: فصرح صلى الله عليه وسلم بأن فاطمة أحب إليه من علي. أما كونه أعز فنحتاج إلى دليل هل هو أعلى من أحب أو دونه، فتأمل. انتهى. وروي عن كثير من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش: يا أهل الجمع، نكسوا رؤوسكم وغضوا من أبصاركم حتى تمر فاطمة بنت محمد على الصراط إلى الجنة. وعن أبي أيوب: فتمر مع 70,000 جارية من الحور العين كمر البرق. وروى ابن حبان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت أحدا أشبه كلاما وحديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، وكانت إذا دخلت قام إليها ورحب بها وأخذ بيدها وأجلسها في مجلسه. وروى الطبراني بإسناد صحيح على شرط الشيخين قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما رأيت أحدا قط أفضل من فاطمة غير أبيها. وروى الطبراني وغيره بإسناد حسن عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. وفي الجامع الصغير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها. وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، يغضبني ما يغضبها. وفي رواية: فمن أغضبها أغضبني. وروى ابن حبان وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ملكا من السماء لم يكن زارني فاستأذن ربي في زيارتي، فبشرني وأخبرني أن فاطمة سيدة نساء أمتي. وروى ابن عبد البر أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: يا بني، ألا ترضين أنك سيدة نساء العالمين؟ قالت: يا أبت فأين مريم؟ قال: تلك سيدة نساء عالمها. وصرح بأفضليتها على سائر النساء حتى السيدة مريم كثير من العلماء المحققين، منهم التقي السبكي والجلال السيوطي والبدر الزركشي والتقي المقريزي. وعبارة السبكي حين سئل عن ذلك: الذي نختاره وندين الله به
أن فاطمة بنت محمد أفضل. وسئل عن ذلك ابن أبي داود فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني ولا أعدل ببضعة رسول الله أحدا. وعبارة المناوي في شرح قوله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، قال جمع من السلف والخلف لا نعدل ببضعة المصطفى صلى الله عليه وسلم أحدا. قال الحافظ ابن حجر يدل على تفضيل بناته على زوجاته خبر أبي يعلى عن عمر مرفوعا تزوج حفصة خير من عثمان وتزوج عثمان خيرا من حفصة. وروى النسائي أنه صلى الله عليه وسلم قال إن ابنتي فاطمة حوراء آدمية لم تحض ولم تطمث، لم تحض ولم تطمث. قال الحافظ السيوطي في الخصائص ومن خصائص ابنته فاطمة أنها كانت لا تحيض، وكان إذا ولدت طهرت من نفاسها بعد ساعة حتى لا تفوتها صلاة، ولذلك سميت الزهراء. ولما جاعت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدرها فما جاعت بعد، ولما احتضرت غسلت نفسها وأوصت ألا يكشفها أحد فدفنها علي رضي الله عنه بغسلها ذاك. وأما تسميتها بالبتول فقال الصبان سميت بذلك لانقطاعها عن نساء زمانها فضلا ودينا ونسبا، والبتل في اللغة القطع. وعندما دخل عليها علي بن أبي طالب دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة دخوله بها قائلا اللهم إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، ودعا بمثله لعلي رضي الله عنه، ودعا لهما بقوله أيضا جمع الله شملكما، فجعل الله نسلهما مفاتيح الرحمة ومعادن الحكمة وأمن الأمة. وقال صلى الله عليه وسلم مخاطبا لهما بارك الله لكما وبارك فيكما وأعز جدكما وأخرج منكما الكثير الطيب. قال أنس رضي الله تعالى عنه فوالله لقد أخرج منهما الكثير الطيب.